العلاقه اتبنت على ديناميكيه معينه، انا اتجوزت الطرف ده عشان حاجه معينه، عشان يشبعني في منطقه معينه، او عشان احنا سعداء في حاجه معينه، او هو بالنسبه لي بيحتل هذه المكانه اللي انا محتاجها في هذه المرحله من حياتي. المشكله ايه بقى؟ المشكله ان احنا الاثنين بنتغير، كل طرف بيتطور وبينضج، سوق العمل بقى وبيحتك بناس وبيتطور بشكل مختلف احيانا كمان اجتماعيا وذهنيا وثقافيا وتطلعاته واحلامه واهدافه والسكه اللي هو ماشي فيها. فاحيانا كل واحد بيروح في اتجاه مختلف فعليا، يعني مش معنى كده ان حد منهم وحش، لكن ده خلاص هو عايز حاجات، بقى عنده احلام وتطلعات، باصص لحاجات مهمه بالنسبه لي وهي باصه لحاجات مهمه بالنسبه لها، والاثنين في اتجاهين مختلفين. احيانا بيحصل فجوه في ان هو مثلا بقى اكثر تحققا واكثر نجاحا، وبقى خلاص شايف حاجات معينه وهي لسه مثلا ما تطورتش لدرجه ان هي توصل للي هو فيه. وده بنشوفه كتير جدا، واحد بعد ما وصل ويقولوا الراجل الناقص بقى بعد ما هي وقفت جنبه عشان ينجح ويبقى مش عارف ايه ويوصل لهذه المكانه، سابوا بعض وما اعرفش ايه. وكان ايماجن ان في فجوه حصلت، ان هو بقى في موقعه الجديد محتاج حاجات معينه وهي بشكل ما بتشده الى اتجاه اخر، او خلينا زي ما احنا، الحياه مش قادره اواكب تغير الحياه اللي حصل ده، او العكس. يعني ازاي نضمن ان العلاقه دي تستمر؟ يعني احيانا بيحصل الطلاق، برضو الناس بتبص ان الطلاق معنى كده ان في اساءه، معنى كده ان في بيضربها، او ان هو بيخونها، او مدمن، او هي فيها ما اعرفش ايه. طب ما احيانا ممكن يحصل لاسباب احنا الاثنين تمام، بس خلاص صح. يعني هل ده فاليد؟ هل ده شيء منطقي او عادي ان احنا لازم نتسامح معاه؟ ان فكره ان اتنين اتطلقوا مش معنى ان لازم واحد وحش وواحد ما اعرفش ايه. في ناس بيطلقوا طلاق هادي، طلاق مسالم، طلاق كويس، وخصوصا في عيال والعلاقه بينهم ممتازه كاصدقاء، كاب وام، ويشوفوا بعض واهلا ومش عارف ايه، والحياه تمام جدا، لكن هم اتفقوا ان احنا ما ننفعش زوج وزوجه.